ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بالعروسه اللي احنا بنستخدمها في مناسبه السبوع دي، والبرطمان وعلبه كريم كانت قديمه عندي. هنعمل فكره ديكور حلو قوي. اول حاجه هشيل الاول البلاستيك اللي موجود على علبه الكريم ده عشان ما يبانش لو في فراغات بعد كده ظهرت عندنا، ما يبانش اللون بتاع البلاستيك ده. زي ما احنا شايفين كده. الفكره ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتكون سهله وبسيطه واي حد هيقدر يعملها. دي اول خطوة. بعد كده هبدأ احط الشمع على العلبة والغطا بتاعها، وبالكور الصغيرة اللي بتكون موجودة في بوكسات الهدايا دي هبدأ اغطي العلبة على قد ما اقدر. ولو اجزاء بانت من تحت الكور دي مفيش مشكلة، ولو حابين ان احنا ما تبانش هنبدأ واحدة واحدة كده نغطي اي فراغات موجودة. زي ما احنا شايفين الفكرة هتكون سهلة وبسيطة واي حد يعرف يعملها بإذن الله. ولو مش مشتركين في القناة ياريت تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة. ولو محتاجين افكار مش موجودة عندي ممكن تكتبولي في الكومنتات وانا هنفذها لكم بإذن الله في اقرب فيديو هيتعمل بإذن الله. وطبعا ما ننساش اللايك والشير علشان اصحابنا برضو يشوفوا القناة ويستفادوا منها. هغطي كده العلبة كلها بالشمع زي ما احنا شايفين. وزي ما قلت لكم قبل كده لو مش متوفر شمع ممكن نستعمل الغيرة، ولو عندنا الشمع ده ومش عندنا المسدس بنقدر نسخنه على اي حاجة، بس طبعا لازم حد كبير اللي يعمل كده. وبعد كده نبدأ نستخدمه عادي، هو الشمع هيسيح مجرد ما يتعرض للنار، وهنبدأ نستخدمه عادي من غير مسدس زي ما احنا شايفين كده. والكور على فكرة بتاعت الهدايا دي بتتباع برضو في المكتبات الكبيرة، ما يعني وبتكون رخيصة خالص، الكيس بيكون كبير خالص وتقريبا ب10 جنيه كده. تمام، هبدأ اغطيها كلها لحد ما يكون مش ظاهر معايا حاجة. ولو العلبة لونها ابيض زي ما عندي كده فمش هيبان قوي لو في اجزاء مش متغطية كده. تمام، هبدأ بعد كده الخطوة التانية وهي خطوة العروسة والبرطمان. اول حاجة هشوف بس لازم طبعا يكون العلبة اللي تحت نفس مقاس بق البرطمان علشان نعرف يعني نثبتهم على بعض. وبعد كده هحط في البرطمان برضو شوية كور من اللي هي اللي انا زينت بيها علبة الكريم. انا حطيت الاول حبة كتار، وبعد كده لقيتهم هيكونوا مغطيين العروسة زي ما هنشوف دلوقتي. كده انا لما جيت ثبت علبة الكريم على البرطمان وببص كده لقيت البرطمان الكور اللي موجودة في البرطمان هتكون كتيرة قوي مغطية العروسة، وهيبان لكم دلوقتي اللي انا اقصده. بصوا معايا دلوقتي، شايفين انا اقصد ايه؟ العروسة مش هتكون باينة قوي، فانا ما حبيتش كده فاضطريت ان انا اشيله تاني وابدأ اقلل الكور دي علشان تكون العروسة برضو باينة معانا. بصوا كانت كتيرة ازاي على العروسة، حسيت ان شكل العروسة مش باين كده. بقى انا قللتها علشان تكون العروسة شكلها باين معايا. والاجزاء بقى اللي هي مش متغطية بالكور بدأت اغطيها برضو. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات لان دي حاجة بتفرحني جدا كده. تمام، اي جزء بقى مش متغطي بالكور اقدر احط عليه نقطة شمع، او لو هو عليه شمع ولسه الشمع يعني مش مبردش اقدر اكمل عليه واحط عليه بقية الكور عادي.
اهم حاجة يكون الشمع لسه سخن عشان اقدر الزق عليه الكور. وبعد كده البرطمان من فوق هبدأ اعمل عليه داير ما يدور كده شمع، وهبدأ برضو يا اما اثبته واحدة واحدة، بس ده بصراحة هيبقى ممل. فانا قمت عاملة الشمع على الدايرة كلها، على محيط البرطمان بالكامل، وقمت طبعا منزلاه برضو في الكور. طبعا اسهل 100 مرة، وكده كده مفيش حاجة هتلزق الا اللي عليه شمع بس، اللي هو برضو هتبقى محيط البرطمان وبس. وشلت طبعا الزيادات، وده يعتبر كده الفكرة خلصت، وده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. الفكرة شكلها جميل خالص، وبصراحة مش مكلفة تماما، ومعمولة بحاجات احنا كان ممكن نرميها وما نستغلهاش خالص. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فكرة جديدة وفيديو جديد. وعلى فكرة لو مشتركين في القناة او لسه ما اشتركتوش، ممكن تشتركوا وتبصوا على باقي الفيديوهات، فيها افكار زي كده واحلى بكتير كمان. وانا مستنياكوا في فكرة جديدة وفيديو جديد. باي باي.